السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس، أهلا وسهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. النهاردة حبايبي هنحل مع بعض بنك الأسئلة الوحدة الثانية صفحة 103 ل 107. ما تنسوش يا أبطال تدعموني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. المجموعة الأولى أكمل العبارات الآتية: ساعد على استقرار مصر القديم وقيام الزراعة نهر النيل. تتمتع مصر بحدود طبيعية آمنة تتمثل في البحرين الأحمر والمتوسط. تعد مصر من أقدم الدول التي اهتمت ببناء جيش قوي. ساعد نهر النيل على التواصل بين الشمال والجنوب. صنع المصري القديم أدواته من الفخار والحجارة في العصر الحجري الحديث. اتخذت مملكة الشمال تاجا باللون الأحمر. كان معبود مملكة الشمال أنثى النسر. كان الملك نعرمر اللي هو مينا حاكما لمدينة طيبة. مؤسس أول أسرة حاكمة في التاريخ مصر القديمة هو الملك نعرمر ملك مينا. سمي عصر الدولة الوسطى بعصر الرخاء الاقتصادي. قاد حرب التحرير ضد الهكسوس الملك أحمس. انتصر تحتمس الثالث على أمراء آسيا في معركة مجدو. ولد الإسكندر الأكبر في إقليم مقدونيا. أسس البطالمة أقدم وأشهر المكتبات في العالم القديم وهي مكتبة الإسكندرية. انتهى عصر البطالمة في مصر بهزيمة الملكة كليوباترا السبعة في معركة أكتيوم البحرية. بيرجع معبد الرأس السوداء في مصر إلى العصر الروماني. أكمل هنا بيقولك صح وخطأ. ساعد موقع مصر الجغرافي على التأثير والتأثر بالحضارات القديمة صح. ساعد المناخ الجاف على بقاء آثار المصريين القدماء خالدة حتى الآن صح. كان دور الحكومة المركزية إدارة شؤون البلاد صح. الجيش من العوامل الطبيعية لقيام الحضارة المصرية القديمة خطأ. عوامل بشرية. اعتمد المصري القديم على التنقل والترحال لصيد الحيوانات في العصر الحجري القديم صح. بنى المصري القديم منزله من الطوب اللبن في العصر الحجري الحديث صح. هنا بيقول لك يا شباب شيد الملك ابن محات الثالث سد اللاهون لحماية الأراضي الزراعية من خطر الفيضان صح. طرد الملك رمسيس الثاني الهكسوس من مصر خطأ. ده الملك أحمس. شجعت إياح حتب ابنها الملك أحمس على محاربة الهكسوس وتحرير مصر صح. زار الإسكندر الأكبر معبد الإله آمون في واحد سيوة صح. قام الرومان بإنشاء منارة الإسكندرية هتقول له خطأ. اهتم البطالمة بصناعة ورق البرد والزيوت خطأ. رحب المصريين بالفتح العربي الإسلامي لمصر أيوة صح. دي صفحة 103. صفحة 104 الاختياري: أحد العوامل الطبيعية اللي ساعدت على قيام الحضارة المصرية القديمة الحدود الطبيعية. العوامل البشرية اللي ساعدت على نشأة الحضارة المصرية الحكومة المركزية. ساعد المناخ على الحفاظ على الآثار. نشأت من تجمع القرى وكان لها حاكم طبعا المدينة. كانت عاصمة مملكة الشمال هتقول له بوتو. نجحت في توحيد البلاد مملكة الشمال. صاحب الهرم الأوسط وتمثال أبو الهول عندك خفرة. وقعت معركة مجدو في دولة فلسطين. أول معاهدة سلام موثقة في التاريخ وقعها الملك رمسيس الثاني. إحدى الآلات الزراعية اللي أدخلها البطالمة في مصر عندك الساقية. الملكة كليوباترا السبعة هي آخر ملوك دولة البطالمة في مصر. لمن تنسب الأعمال التاريخية التالية: صاحب أول هرم في التاريخ المعروف بالهرم المدرج ده زوسر. طارد الهكسوس من مصر عندك الملك أحمس. انتصر الجيش المصري بقيادته في معركة مجدو تحتمس الثالث. مؤسس دولة البطالمة في مصر بطليموس الأول. تم على يده فتح الإسلامي لمصر عمرو ابن العاص. وقف الفيديو لحد ما تنقل إجابتك وكمل معايا بطل أهو. خلاص. تعالى هنا بيقولك المجموعة الخامسة: اكتب ما تشير إليه كل عبارة. كل ما أنتجه الإنسان سواء كان ماديا كالمباني والعمران أو ثقافيا كالعلوم والفنون دي الحضارة. يقصد بها الفترة الزمنية اللي سبقت ميلاد السيد المسيح دي قبل الميلاد. دولة واسعة الأطراف بتضم عدة أقاليم وشعوب تحت حكم واحد الإمبراطورية. الفترة التي سبقت توحيد مصر تحت حكم ملك واحد عصر ما قبل الأسرات. هنا بيقول لك يقصد بها عصور ما قبل معرفة الإنسان للكتابة عصور ما قبل التاريخ. العصور اللي بدأت بمعرفة الإنسان القديم للكتابة واستخدامها في تسجيل أحداثه اليومية هتقول له العصور التاريخية. طيب هنا بيقول لك صوب ما تحته خط: ساعد المصري القديم على الوحدة والتعاون نهر النيل. أحد العوامل البشرية اللي ساعدت في قيام الحضارة المصرية الجيش. اكتشف المصري القديم النار في العصر الحجري القديم. بنى الملك مينا اللي هو نعرمر مدينة من نيفر. قام ببناء الهرم الأكبر الملك خوفو. دي صفحة 104. نيجي بقى لصفحة 105. انتصر الملك تحتمس الثالث على أمراء آسيا في معركة مجدو. الملكة كليوباترا السبعة دي كانت آخر ملوك دولة البطالمة. بما تفسر أهمية نهر النيل يا حبايبي بالنسبة للحضارة المصرية القديمة هتقول له ساعد المصري القديم في الزراعة والاستقرار على ضفافه. اهتمام المصريين القدماء ببناء جيش قوي ليه هتقول له لحماية البلاد واستقرارها. طيب نزول المصري القديم إلى ضفاف النيل في العصر الحجري الحديث
هتقول له بسبب جفاف الهضاب، بسبب جفاف الهضاب. طيب بناء الملك نعرمر مينا لمدينة منيفر، تقول له لتكون عاصمة جديدة للبلاد، لتكون عاصمة جديدة للبلاد. عرف عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرامات، تقول له لكثرة ما تم تشييده من أهرامات، لكثرة ما تم تشييده من أهرامات. عرف عصر الدولة الحديثة بعصر المجد الحربي، هتقول له نظرا للتطور الكبير اللي شهده الجيش المصري، نظرا للتطور الكبير الذي شهده الجيش المصري. تخطيط الإسكندر الأكبر لبناء مدينة الإسكندرية، تقول له لتكون عاصمة جديدة لمصر، لتكون عاصمة جديدة لمصر. ترحيب المصريين بالفتح العربي الإسلامي لمصر، تقول له يخلصهم من ظلم الروم، ليخلصهم من ظلم الروم. طيب يلا يا شباب، المجموعة الثامنة من النتائج المترتبة على تمتع مصر بحدود طبيعية آمنة، تقول له ساعدهم على حماية البلاد من الغزاة ووفرت لهم الأمن والاستقرار، ساعدهم على حماية البلاد من الغزاة ووفرت لهم الأمن والاستقرار. إقامة حكومة مركزية في مصر قديما، هتقول له لعبت دور مهم في إدارة شؤون البلاد ورعاية مصالح المواطنين. خلاص وقف الفيديو يا حبايبي لحد ما تنقل إجاباتك وكمل معايا. اكتشاف المصري القديم للمعادن، هتقول له استخدامها في صناعة أدواته، استخدامها في صناعة أدواته. معركة قادش بقيادة رمسيس الثاني، هتقول له عقد الملك رمسيس الثاني مع ملك الحيثيين أول معاهدة السلام في التاريخ. ضعف الحكام في أواخر عصر الدولة الحديثة، هتقول له وقوع مصر تحت سيطرة الفرس. وفاة الإسكندر الأكبر عام 323 قبل الميلاد، هتقول له قسمت إمبراطوريته بين قواده وتم تأسيس دولة البطالمة في مصر. سياسة الرومان في مصر، هتقول له قيام المصريين بثورات ضدهم. دل على صحة العبارة ساعد مناخ مصر في قيام الحضارة المصرية، تقول له حيث ساعد المصريين القدماء على الابتكار والعمل، وكمان ساعد المناخ الجاف على بقاء الآثار المصرية خالدة حتى الآن. دي ودي إجابة السؤال الأولاني، خلي بالك. إجابة السؤال الثاني ده اهو، كفاح وإبداع المصريين القدماء لقيام اكتب واحدة بس عشان تقدر تكتب تحت هنا. كفاح وإبداع المصريين القدماء لقيام الحضارة، أنا كاتبه لك رقم 2 تحت اهي. إجابة السؤال رقم 2 اهو يا شباب، عامله لك سهم اهو. هتقول له استثمر المصريين القدماء موارد الطبيعة مع ما لديهم من إبداع وإتقان. طيب بيقول لك هنا كان للملكة إياح حتب دور في حرب التحرير، هتقول له شجعت ابنها أحمس على الكفاح ومطاردة الهكسوس، شجعت ابنها أحمس على الكفاح ومطاردة الهكسوس. احترام الإسكندر الأكبر للديانة المصرية، هتقول له زار معبد الإله آمون في واحد سيوة، زار معبد الإله آمون في واحد سيوة. اهتم البطالمة بالعلم والثقافة في مصر، هتقول له أسسوا مكتبة الإسكندرية وأنشأوا جامعة الإسكندرية، أسسوا مكتبة الإسكندرية وأنشأوا جامعة الإسكندرية. ما المقصود بالحضارة، هتقول له وكل ما أنتجه الإنسان سواء كان ماديا كالمباني والعمران وثقافيا كالعلوم والفنون. عصور ما قبل التاريخ يقصد بها عصور ما قبل معرفة الإنسان للكتابة. عصور ما قبل الأسرات الفترة التي سبقت توحيد مصر تحت حكم ملك واحد. العصور التاريخية هي العصور التي بدأت بعد معرفة الإنسان القديم للكتابة واستخدامها في تسجيل أحداث حياته اليومية. العصور التاريخية هي العصور اللي بدأت في معرفة الإنسان القديم للكتابة، زي ما قلت. الإمبراطورية دولة واسعة الأطراف بتضم عدة أقاليم وشعوب تحت حكم واحد. وقف الفيديو لحد ما تنهي إجاباتك وكمل معايا. تقييم الوحدة، تقييم الكتاب المدرسي صح وخطأ اهو يا شباب، سهلة برضو اهي، عشان بس ايه الفيديو ميبقاش طول عليكم. وده الاختياري: معرفة الزراعة والعصر الحجري الحديث وعصر ما قبل الأسرات ونهر النيل والمجد الحرب وسيزوستريس. من أنا؟ صاحب أول هرم في التاريخ المعروف بالهرم المدرج، ده زوسر. شيدت سد اللاهون عند مدخل بحيرة موريس بالفيوم النمحات الثالث. مش شيدت، هو المفروض شيدة، هو مش بنت يعني، مش مؤنث. حاكم مدينة طيبة واستطعت توحيد. هو بيقول لك من انا شيدت، يعني هو بيتكلم يقول لك انا شيدت سد اللاهوني يبقى بالنمحات الثالث. حاكم مدينة طيبة استطعت توحيد مملكتي الشمال والجنوب، ده الملك مينا اللي هو نعرمر. عقد مع ملك الحيثيين أول معاهدة السلام موثقة في التاريخ رمسيس الثاني. أسست دولة البطالمة واستكملت بناء مدينة الإسكندرية، ده بطليموس الأول. خططت لبناء مدينة الإسكندرية لتكون عاصمة جديدة لمصر، ده الإسكندر الأكبر يا حبايبي أهو. وقف الفيديو انقل إجاباتك كمل معايا. دي صفحة 106. 107 السؤال السابع. السؤال الرابع: بما تفسر عرف عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرام ليه؟ هتقوله لكثرة ما تم تشييده من أهرامات، لكثرة ما تم تشييده من أهرامات. حفر الملك سنوسرت الثالث قناة زيسوستريس، هتقول تسهيل التجارة بين البحر الأحمر والمتوسط.
ضعف دولة البطالمة، هتقوله بسبب زيادة الضرائب وضعف الحكام وثورات المصريين وهزيمة الملكة كليوباترا السبعة. اكتب واحدة أو اتنين كفاية. ترحيب المصريين بالفتح الإسلامي، هتقوله يخلصوا من ظلم الروم. طيب دليل على صحة العبارة، شهد عصر الدولة الحديثة مجدا حربيا لمصر، هتقوله انتصار الملك أحمس على الهكسوس. لا يا شباب، دي إجابة السؤال تحت. خلاص، يعني دي ودي إجابة السؤال ده. هتقوله انتصار الملك أحمس على الهكسوس وترضيم من مصر، وعقد رمسيس الثاني مع ملك الحيثيين أو المعاهدة السلام موثقة في التاريخ. يبقى ده اهي وده اهي اجابه السؤال رقم 1. اما اجابه السؤال رقم 2 جنبها اللي انا عاملاه بالاحمر ده عشان ما تتلخبطش. هو معلش بس انا اللي اتلخبطت من كتر ضغط الشغل يا شباب، فمعذره. ازدهرت الزراعه في عصر دوله البطالمه، عشان ما تتلخبطش هتقول له بعد ادخالهم السواقي وحفر الترع. بيقول لك حدد لي العوامل الطبيعيه والعوامل البشريه. عندي العوامل الطبيعيه، الموقع الجغرافي، عندي المناخ، عندي الحدود الطبيعيه، عندي الثروات المعدنيه. طيب العوامل البشريه، كفاح وابداع المصري، عندي الجيش المصري، عندي الحكومه المركزيه. يبقى انا كده لخصت لك العوامل الطبيعيه والعوامل البشريه. بكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. بالتوفيق والنجاح، مع السلامه.